اهلا بيكم. رمضان دايما حلو بلمتنا ووصفاتنا، والحلو اللي مكمل سفرتنا. ومع كل لمه بيبقى سؤالنا الحلو ايه؟ الحلو لا يعلى عليه. معاكم ايه؟ ومعاكم علي. ها يا شيف علي، هنعمل ايه النهارده؟ النهارده وصفاتنا بسيطه بس بلمسات سحريه. هنعمل تورته ايس كريم متقدم عليها كنافه متحمره واقماع من الايس كريم بالفستق والشوكولاته. هنقدم معاهم عصير رمضاني خطير، ايس كريم بالمانجا مع فروتي من الخوخ، ورق نعناع، حاجه طعمها حلو قوي. طب ما يلا بينا يا شيف نجيب المقادير. يلا بينا. هستخدم نوعين من الايس كريم من دريم، اللي بنكهه الفانيليا واللي بنكهه المانجا، وهاخد فروتي خوخ للعصير، وللتزيين هاخد شوكولاته خام غامقه كده. بس كده؟ بس كده. شكلها وصفه سهله وهتخلص في دقائق. بقيه المكونات لبن، حاجات كده بسيطه موجوده في كل بيت. طب يلا بينا نبدا الوصفه. يلا بينا نبدا. المكونات كلها موجودة في البيت عشان نعمل عصير مع تورتة ايس كريم شكلها خطير. حاسه كده الوصفه النهارده سهلة جدا، بس في نفس الوقت هي بتبقى محتاجة وقت ان هي تجمد في الفريزر. يلا بينا نبتدي. يلا بينا. هساعدك. يلا بينا. هنقسم المكونات. هنجيب مكونات العصير هنا اهو. ماشي. وايه هنجيب هنا كده، هنجيب كده اللبن كمان للعصير، اللبن هنا للعصير، واللبن ده للايس كريم. هنبتدي بالحاجات اللي بتاخد وقت الاول، بعد كده نبتدي بالعصير ونقدمه. ماشي. اول حاجه هنجيب البوله علشان نضرب فيها الايس كريم. حابب اقول للساده المشاهدين ان كل طريقه التحضير وكل المكونات بتنزل على الشاشه عشان تصوروها ونبتدي بيها وصفتنا. عندي باكو ايس كريم فانيليا من دريم. الكيس ده ممكن نضربه بالميه او باللبن. طب شوف، انا مكتوب عندي هنا 200 مللي من السائل ده، يعني قد ايه؟ كام كوبايه؟ يعني تقريبا كوبايه كبيره. ماشي. نحط اللبن وهنعمل فقره الدوشه. نقلب الاول تقليب عشان ما يعفرش علينا. يلا بينا. بعد 3 دقايق ضرب متواصل كده خلاص خلصنا الايس كريم. ده قوامه مظبوط كده. قوامه كريمي، وكمان لسه لما يخش الفريزر هيجمد اكتر. هجيب قالب عندي زي ده كده وهحط فيه كيس كده بالشكل ده. بعد ما جبت قالب بالشكل ده حطيت فيه كيس وهبتدي انزل بخليط الايس كريم. خطير يا شيف. هو القوام بتاعه كريمي، كمان لما يخش الفريزر هيجمد، هيبقى حلو قوي. ودي عشان تجيبيها من بره هتجيبيها برقم كبير جدا. خلي الباقي ده على جنب عشان هعمل بيه واحده تانية شبهها. طب انا هدخلها الفريزر مده معينه او مش اقل من مده معينه؟ يعني لغايه لما تجمد علشان ما نقولش مدد وما تكونش مظبوطه بالشكل الكافي. هو لغايه لما يجمد هنبتدي نشيلها كده. اول لما تطلع معانا بسهوله خلاص كده بقت جاهزه. ماشي. هزينها هنا بالبسكوت، اي بسكوت شاي متوفر عند حضراتكم. هنكمل بقيه البسكوت وكده بقت جاهزه تخش الفريزر لحد ما تجمد، وهنيجي نزينها. ممكن تساعدينا؟ اكيد. يلا. شيف انا وديت الايس كريم الفريزر، يلا بقى نعمل اللي بعده. يلا بينا نعمل العصير ده. في ذكريات الطفوله كلها. عصير فروتي مركز طعمه خطير، سهل التحضير على سفرة رمضان وما بياخدش وقت خالص. هنا هحط
السكر والتلج. السكر دايما حسب الرغبه. كيس الفروتي ده بطعم الخوخ، فاحنا النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل عصير خوخ بالمانجا، مش بالمانجا بس، امال بايه تاني؟ بايس كريم المانجا. بس احنا مش هنحتاج ان احنا نجمد ايس كريم المانجا، احنا هناخد الطعم بتاع الايس كريم المانجا وهنضربه هنا مع التلج واللبن والميه والسكر ونحط نعناع، هيخلي طعم العصير خطير. نحط الميه، الكيس ده بياخد لتر من الميه. كسر التلج، بس كده كفايه. يلا بينا. يلا بينا. ابتدي افتح. الله، ريحه فعلا. خوخ طبيعيه. ايه الريحه دي؟ هفضي عليه كيس من الايس كريم بنكهه المانجا. وبعد كده هحط ورق النعناع. بس النعناع مش هيغير لونه؟ لا، مش هيغير لونه، هيخلي لونه حلو كده، النعناع مفروم فيه، في نفس الوقت هيخلي الطعم حلو قوي. ماشي. نضيف عليهم اللبن. قد ايه؟ يعني انا حاطط هنا كوبايه كبيره. ونقلب. كده خلاص خلصنا، وهنفتح مع بعض نشوف قوام العصير بقى عامل ازاي. هجيب عندي الكاسات اللي هقدم فيهم وايه احطهم كده. لونه حلو قوي يا شيف. لونه حلو، قوامه كمان تقيل. اول حلو حاجه قوي يا شيف. حلو جدا، وكمان ريحته خطيره. اول حاجه هنا هحط شويه عسل في الكوبايه من تحت. شويه. ده اختياري صح؟ اختياري طبعا، ماشي. ممكن احنا نعمل كده عشان نزين الكوبايه بشكل حلو. ده مش اختياري بقى، المفروض لما نيجي نقدم الفن ده نعمل الفن ده. طبعا. يلا بينا. هنصب العصير هنا في الكاسات. عايز اقول لك هنا على معلومه حلوه قوي، شايفه القوام بتاعه تقيل ازاي؟ احنا هنا مش ممكن نقدمه عصير بس، وممكن نعمل تجميعة الأطعمة دي ونحطها في صينية أو نحطها في علبة وندخلها الفريزر تجمد، ناكلها آيس كريم. حلو قوي ده. يعني لو فاض عندي مثلا ايس كريم، او اعمل نص الكميه هنا ونص الكميه هنا. بالظبط. لا، المزيج اللي هو ما بين العسل وما بين العصير ده شكله حلو قوي. في تاتش نعناع انا مجربه شخصيا هنا خطير. خلاص بقى يا شيف، ما تفكرناش بقى يا شيف. ما تفكرناش يا شيف، نفطر وبعدين نشوف. يلا. هفضي دول في حاجه علشان خاطر نحطهم في التلاجة ونصب منهم على الفطار، وهجيب تورته الايس كريم عشان نزينها مع بعض. كده تورته الايس كريم مسكت وجاهزين نزينها على الطبق. يبقى كده اهو، وهنقلبها. الله، شكلها تطلع وهم.
بصي شيل الكيس. يلا يلا بينا نزينها. اول حاجه هحط شويه كنافه متحمره كده من هنا. كده بقت رمضانيه جدا. هكمل هنا بقيه الكنافه وهحط شويه كده تاني. خلي دي هنا وهنبتدي نجيب الشوكولاته. انا عايزه احط شوكولاته. يلا بينا. نلقها هنا وهجيبها في الفستق كده كده وهخليها تبقى هنا اهو. الله الله الله. شايفه اللذاذه؟ هجرب كده. ايوه. واعمل فستق. خليني اساعدك. ماشي. يلا بينا. نغرقها تاني. ماشي يلا بصي. يلا اعمليها انت. اعملها ايه؟ حطيها هنا كده. كده؟ ايوه. عكس عكاز؟ ايوه. حلو قوي. يلا بينا نعمل تاني. بجد موضوع تزيين الحلويات ده بيبقى نشاط ممتع قوي في البيت. ممكن الام تشاركه مع ولادها، وممكن اخوات، ممكن يعني تبقى حاجه نوع من انواع الانشطه. دي حقيقه، كل ما كنت بتعملي الحاجه حلوه تكون مبهره وهتطلع منك شكلها حلو كمان. ونحط اخر واحده هنا. عجباني قوي شكلها حلو جدا. لو اي حد رايح عزومه بجد هتبقى بالنسبه له سهله وعملها بسرعه، حتى لو في اخر لحظه قبل ما ينزل. ما خدتش وقت كمان هي خالص. الوقت بس اللي اخدته هو التجميد بتاعها في الفريزر يعني. اهو بس احنا كده خلصنا وجاهزين نقدم الشياكه دي. تسلم ايدك يا شيف، شكلها بجد خطير ومتاكده ان طعمها احلى كمان. الله يسلمك يا آية. حاجه بسيطه سهله موفره، بس هنا فكره التقديم هي اللي فرقت معانا. فعلا يا شيف هي فرقت. وبكده مشاهدينا خلصت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. استنونا في وصفه سهله وسريعه وسؤالنا كل يوم: الحلو ايه؟